ايوه التعليمات الأخيرة قبل البطولة. كابتن فيصل السايح مدرب فريق رفع الأثقال بمركز شباب سيد عبد الرحيم. تطبيق عملي لرفعة النصر من الكابتن فيصل. يدخل يعمل نفس الحكاية. في معدين في معدين الفشل مش وحش، الفشل مش وحش، لكن انك انت بعد الفشل تنجح، هو ده الكلام كويس. ايوه تمام. نلتقي مع الأستاذ أحمد المعداوي مدير منطقة قنا لرفع الأثقال. سيادتك تكلمنا عن الحدث اللي احنا بصدده اللي هو بطولة الجمهورية تحت 15 سنة بالإسكندرية. وطبعا
الاتحاد المصري لرفع الاثقال طبعا صاحب الانجازات الاولمبيه الكبيره الحمد لله، طبعا رفع راس مصر طبعا رياضيا. بدأ حاليا اول بطوله للموسم الرياضي 2016-2017 اللي هيبتديها الاتحاد في مدينه الاسكندريه ان شاء الله في المده من 23 ل 27 نوفمبر الحالي لمرحله الناشئين تحت 15 سنه مواليد 2000 ل 2003. طبعا اهم قاعده القاعده المهمه جدا اللي بيركز عليها الاتحاد اللي هي مرحله الناشئين كده 15 ل 17، فطبعا دي مركز عليها الاتحاد جامد. وطبعا البطوله دي طبعا بتسبق حدث كبير هينظمه الاتحاد ان شاء الله في بدايه شهر ديسمبر برضه باذن الله، الا وهو البطوله الافريقيه للشباب وبطوله دوليه يعني ان شاء الله طبعا تحت اشراف الاتحاد الدولي لرفع الاثقال، وهيتخلل برضه البطوله دي في جلسات دوليه للمدربين ان شاء الله يعني. بالنسبه للاعبين المشاركين اللي بينتموا الى اي فريق في رفع الاثقال؟ منطقه قنا لرفع الاثقال هتشارك في بطوله الجمهوريه تحت 15 سنه بفريقي مركز شباب سيدي عبد الرحيم ونادي الشعب الرياضي بتونس. نعم. عدد اللاعبين اللي هم هيذهبوا ان شاء الله كل فريق ان شاء الله يعني لا يقل العدد بتاعه اللي هيرسل فريق الفني بتاعته الخاصه بالبطوله للاتحاد، لا يعني ان شاء الله من كل فريق هيمثل 5 لاعبين يعني. نعم. ما هي النتيجه المنتظره او التي يمكن ان يحققها هؤلاء اللاعبين؟ رفع الاثقال لعبه شاقه، ويعني احنا طبعا الانديه بتاعتنا خصوصا بتعاني. نعم. طبعا لاعب برفع الاثقال علشان يتم تجهيزه ده مش بيتم تجهيزه بسهوله، لا لا لا. وطبعا احنا يعني نعتبر طبعا من ضمن الانديه اللي تعتبر المناطق اللي على يعني الحمد لله يعني بنشارك من اجل التواجد، لكن طبعا صعب جدا الصرف على اللعيبه. وطبعا في حاجات انتم بتطلبوها من الاتحاد رفع الاثقال. والله والاتحاد مش بيبخل علينا يعني اي دعم مالي ودعم ادوات، الاتحاد مش بيتاخر معنا حقيقه. نعم. يعني في نهايه اللقاء احنا برضه عايزين نلتقي مع المدربين اللي هيقوموا بعمليه المشاركه. متواجدين معانا الكابتن سيف السايح مدرب مركز شمس عبد الرحيم، والكابتن محمد صلاح الدين مبارك مدرب نادي الشعب الكويت، اللي هم الناس اللي تعبانين وشقيانين معانا برضه، واخدين الاولاد معانا يعني ورايحين بيهم البطوله ان شاء الله. بنشكر سيادتك على اللقاء ونكمل معاك. احنا سعداء بحضرتك ومتشكرين جدا جدا يعني لدعم رياضه رفع الاثقال. اللعبه يعني تعتبر الالعاب الفرديه للاسف مش واخده حقها يعني زي الالعاب الجماعيه للاسف يعني. يا ريت عايزين ولو جزء بسيط للدعم بندعم بيه الكوره للاسف يعني. طبعا حضرتك يمكن كمان يعني الكل يمكن يعلم ان رفع الاثقال الحمد لله في اولمبياد هي اللي بتحقق ميداليات الحمد لله. من ال3 ميداليات منهم 2 ميداليه لابطال رفع الاثقال. نعم. ورفعوا راس مصر الحمد لله يعني. نعم. شكرا. ايضا بنلتقي مع الكابتن فيصل السايح مدرب رفع الاثقال لفريق مركز شباب سيدي عبد الرحيم بقنا. تكلمنا عن مسيرتك في رفع الاثقال وعن الفريق الذي تقوم بتدريبه. والله يعني الحمد لله احنا بادئين بفريق من ناشئين، وفريق يعني حلو خاص باذن الله، وشغالين معاه على قد امكانياتنا وعلى قد ظروفنا والمجهود بتاعنا وعلى قد ما انت شايف الصاله قدامك والامكانيات اللي فيها. نعم. والحمد لله يعني برضه ان شاء الله يعني الاولاد يعني شغالين معانا كويس والحمد لله يعني. ان شاء الله كده خير باذن الله. اتكلمنا برضو عن لعبه رفع الاثقال في مركز شباب سيدي عبد الرحيم والسن اللي بدا فيه هؤلاء اللاعبين بطوله رفع الاثقال والاشتراك في رفع الاثقال. والله سيادتك يعني بتبدا بطوله الاطفال من سن يعني الناشئ من سن 12 سنه. بنبدا تدريب الناشئ مثلا بثقل خفيف وتعليم الحركه سواء كانت الخط او النثر والكلمه. نعم.
نبدا معاهم السن الصغير ده بالظبط. الاوزان اللي هم بيشاركوا فيها هم ناشئين، وبعد ذلك لما بيصعدوا الى الدرجه الاعلى يعني الناشئ مطلوب منه مثلا يعني بيكون وزن خفيف، يعني عشان المشاركه بتاعته يعني مطلوب منه يعني مثلا ممكن 25 بار يبدا ب 20 كيلو عادي. نعم. بحيث يعني اهم حاجه ده الحركه قدام نجي التحكيم. نعم. الاوزان اللي هي محدده في لعبه رفع الاثقال، الاوزان بتبدا معاك من وزن يعني من 45 لطالع 56 87 طالع. نعم. الاوزان. انت متوقع ايه من اللعيبه اللي عندك، ومين اللاعب اللي تعتقد ان هو هيكون له وضعيه كويسه في اللعب رفع الاثقال؟ يعني عندنا احنا ناشئين 5 لعيبه ناشئين يعني كلهم احسن بعض ان شاء الله، وان شاء الله هنشارك في البطوله دي ان شاء الله، هنحقق برضه حاجه فيها بتوجيهنا بقى في البطوله ان شاء الله. شكرا كابتن خالد سايح. ايضا بنلتقي مع الكابتن محمد صلاح مدرب فريق الشعب بقوس لرفع الاثقال. كلمنا عن الفريق والاستعدادات لبطوله الجمهوريه 15 سنه بالاسكندريه في فتره من 23 الى 27/11. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بدأنا تجهيز من حوالي 3 شهور عدت، لان عرفنا مسبقا مستنيين البطوله ثاني ان شاء الله في هذا الموعد، هنتاخر حوالي شهرين كده. فبدانا استعداد من حوالي 3 شهور لفريق الناشئين تحت 15 سنه. نعم. كان العدد قليل عندنا في الناشئين، خاصه المسجلين في الاتحاد، فسجلناهم بفضل ربنا سبحانه وتعالى. سجلنا 8 لاعبين جدد عشان يشاركوا ان شاء الله، منهم جزء في البطوله باذن الله تعالى. وبنعاني طبعا في النادي من قله الامكانيات. الوصاله بتاعتنا حاليا فيها مشكله في الادوات بتاعتها، فبنحاول بقدر الامكان ان احنا نرفع لياقه بدنيه عند اللاعبين، ونخلي يعني نرفع مستواهم في الرفعتين سواء الخط او الكلين، عشان يقدروا يجيبوا مستوى كويس في البطوله ان شاء الله. بنتمنى لكم كل التوفيق في البطوله القادمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا. بنلتقي مع احد اللاعبين، لاعب عرفنا بنفسك. محمد جاد. محمد جاد، من امتى ابتديت تشارك في لعبه رفع الاثقال؟ 6 ابتدائي سنه. 6 ابتدائي. انت سنك كام دلوقتي؟ 14. 14، يعني ليك سنتين بتشارك في رفع الاثقال. طيب الوزن اللي وصلت له، اكبر وزن وصلت له بالنسبه للرفع الاثقال عندك؟ 62. انت ده الوزن اللي انت بتشارك فيه ولا 62 اللي بتشيله؟ اللي بتشارك فيه بتشيل كد كام من رفع الاثقال؟ حوالي 50 كيلو. هل تعتقد ان ده يؤهلك انك تاخد مركز من المراكز المتقدمه في البطوله اللي انت رايح لها في اسكندريه؟ ان شاء الله. بتتمنى تكون من الاوائل يعني في البطوله ان شاء الله؟ ان شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق باذن الله. شكرا جزيلا.